السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. امبارح في فيديو كنا بنتكلم عن الوضع الاقتصادي في مصر وذكرنا بعض التعليقات والتصريحات اللي قالها مجموعة من المسؤولين. والحقيقة كلام المسؤولين ممكن تحطه تحت عنوان أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. الحالة في مصر حالة عجيبة جدا والواقع في مصر واقع عجيب جدا، لكن المسؤولين بيطلعوا يتكلموا وكأننا عايشين في المدينة الفاضلة. امبارح كان في تصريحين، تصريح لوزير البترول في صفحات وزارة البترول اللي كان بيتكلم عن استثمارات تم ضخها في مصر من قطاع الغاز والبترول ب 340 مليون دولار. تخيل 340 مليون دولار، هذه الاستثمارات لو فعلا تم ضخها في مصر، مصر هتنتعش وهتنمو اقتصاديا بشكل عجيب جدا وبشكل غريب وبشكل لا يتوقعه احد. في نفس التوقيت خرج السيد وزير المالية يتحدث أيضا عن طفرات في النمو، وقال أن النمو في الاقتصاد المصري ارتفع وزاد بنسبة 4.5%. يعني عندك 4.5% نمو وعندك 340 مليون دولار دخلوا خزينة الدولة من الاستثمارات العظيمة اللي تمت من بعض الدول، منها دول الخليج زي قطر وغيرها. طيب يا جماعة، الكلام ده كلام صح ولا مش صح؟ كلام صح طبعا، هم المسؤولين هيقولوا حاجة غلط؟ العجيب بقى ان السيد الدكتور محمود محي الدين الاقتصادي الكبير المصري الفاهم في الاقتصاد بيتحدث عن ان من 2015 لحد 2025 خلال ال10 سنين دول مفيش نمو في مصر وتراجعت نسبة النمو. طب أنا أصدق السيد وزير المالية ولا أصدق السيد محمود محي الدين؟ أصدق مين بالظبط؟ هل الاقتصاد المصري بيتعافى زي ما بيقول المسؤولين، ولا الاقتصاد المصري بيتراجع ومتدهور جدا زي ما بيقول السادة الاقتصاديين المتوازنين؟ إحنا عايزين نقول ان لما تيجي تتكلم وتسمع كلام الخبراء ما بيغشكش ابدا، بس الخبراء اللي هم خبراء بجد اللي عندهم توازن. انت عندك في مصر في الجانب الاقتصادي شريحتين مهمين جدا، شريحة مؤيدة على طول الخط ومع قرارات الرئيس والزعيم والنظام والدولة والحكومة والوزارة وبس، هيقولوا يمين يمين شمال شمال، ومجموعة من الاقتصاديين معارضين على طول الخط ضد الرئيس وضد الحكومة وضد الدولة وضد وضد وضد. هيقولوا يمين لازم التانيين يقولوا شمال، هيقولوا شمال لازم التانيين يقولوا يمين. فلما تلاقي مجموعة وفئة وصنف ثالث، هذا الصنف الثالث صنف متزن ومتوازن وفاهم زي الدكتور محمود محي الدين بيقول هذا الكلام من ناحية اقتصادية بحتة، لا هي ناحية سياسية معارضة ولا هي ناحية سياسية مؤيدة، لا هو بيعارض سيادة الزعيم ولا هو بيؤيد سيادة الزعيم، هو متوازن فبيقول ما يملي عليه ضميره والأكاديمية اللي هو اتعلمها والدراسة اللي هو درسها والوضع الاقتصادي اللي هو قاله. فلما يقول لك ان النمو في مصر خلال ال10 سنين اللي فاتوا حصل فيه تدهور، يبقى لازم تصدقه لان هو ما بيقولش اي كلام. ولو رجعنا ورا شوية مثلا 10 سنين ولا 9 سنين، في 2016 في شهر نوفمبر لما حصل التعويم كان الخبراء الاقتصاديين المتوازنين اللي مش مؤيدين واللي مش معارضين، المؤيدين كانوا بيؤيدوا التعويم على طول الخط والمعارضين كانوا بيعارضوه ويشيطنوه على طول الخط. اما المتوازنين الاقتصاديين الاكاديميين اللي بيقولوا هذا الكلام من باب الامانة العلمية البحتة فقط، كانوا بيطلعوا يقولوا يا جماعة التعويم خطر وليس وقته. لما كان مجموعة من الاقتصاديين المتوازنين وبعضهم حتى كان محسوب على النظام لما يطلع يقول ان العاصمة الإدارية مشروع عظيم جدا لكن مش وقته واحنا استعجلنا عليه وكان في حاجات أولى، ما كناش بنصدقه وكنا بنشيطنه. فهؤلاء الناس المتوازنين دول لازم حضرتك تسمعهم ولازم حضرتك تستجيب ليهم ولازم حضرتك تحط في بطنك بطيخة صيفي وانت بتتعامل معاهم، لان هم لا يريدون الا مصلحة الدولة من وجهة نظرهم. فحضرتك ولا تشيطنهم ولا حضرتك تميع كلامهم، حضرتك خد كلامهم وحطه قدامك وقيسوا على القوانين والمعدلات الاقتصادية الكبيرة، هتلاقي الكلام مهم. طيب نسمع بقى كلام الدكتور محمود محي الدين اللي بيقول في تراجع في النمو، ولا نسمع كلام السيد وزير المالية اللي بيقول في تقدم وطفرة في النمو 4.5%؟ أكيد هنسمع أي حد غير وزير المالية لأن سمعناه كتير ومفيش حاجة جديدة بتحصل، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. إلى اللقاء.